فبدأ العيد أو افتتح العيد مسلسل الرباعية في الشوط الأول عن طريق هدف أو بهدف عن طريق إيكوكو. بعد ذلك الشوط الثاني العين سجل 3 أهداف كاملة. الهدف الثاني سجله عن طريق بروسكي. عمر عبد الرحمن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، وفي واحد من أجمل أهداف هذه الجولة يوسف أحمد يسجل الهدف الرابع. بينما هناك في استاد مكتوم بن راشد ما زالت المباراة جارية ما بين الوحدة أو الشباب والوحدة في مباراة مثيرة. الشباب تقدم أولا عن طريق إدغار. الوحدة عادل النتيجة بهدف مقابل هدف بتسديدة رائعة من عبد الله النوبي. حيدروب يرد على تسديدة عبد الله النوبي تسديدة أخرى، مسجل الهدف الثاني لمصلحة الشباب من خارج منطقة الجزاء مع بداية الشوط الثاني. الوحدة يعود ويعادل النتيجة بتسديدة أيضا أخرى. مباراة الأهداف الجميلة عن طريق حمدان الكمالي. الشباب يتقدم بالهدف الثالث عن طريق إنريكي. نذكر بأن الوحدة يلعب أو يكمل المباراة ب10 لاعبين بعد طرد خالد جلال.